السلام عليكم. تحية طيبة لمتابعينا الكرام. نحاول من خلال هذا البرنامج قضايا الناس أن نواكب مجمل القضايا الاجتماعية والإنسانية التي يعيشها المواطن المغربي. نستهدف من خلال ذلك إلى إرساء أسس الثقة بين المواطن والمؤسسات. ما يمكنش للمواطن أنه يكون كيآمن المؤسسات فيها خلل، هو كيحس بالظلم أو كيحس بالحقرة في علاقته بهذه المؤسسات. ارتأينا أن نفتح صدرنا لكل الآهات والأنات اللي كتستهدف تقويم هذا الاعوجاج اللي كيسود العلاقة، سواء كانت في علاقة هذا المواطن بالمؤسسات أو كانت في علاقته بباقي أطراف. وبطبيعة الحال كيكون الحد المفصل هو العدالة اللي كتبقى هي داك الترمومتر اللي ممكن نقيسوا به مدى قوة مجتمع ما، وكذلك اللي كيقوم كذلك كافة الاعوجاجات التي يمكن أن تسجل في حال طال خرق من الخروقات إحدى أسس العدالة، وضمنها العدالة الاجتماعية أو العدالة القضائية أو العدالة بمفهومها الشامل. نحن اليوم كنستقبلوا المواطن محمد المداد اللي جانا من إقليم تاونات، كيعرض من خلال هذا اللقاء مجموعة من المطالب، مشاكل، أطراف كتلعب بشكل أو بآخر إما مباشر أو غير مباشر هذا الألم اللي كيعيشوا، وهو من دوار ولاد سام الظهر عين قدح إقليم ديال تاونات بطبيعة الحال، ولكن الدائرة ديال تيسا. نحاولوا في هذا اللقاء نفهموا من السي محمد جوهر الإشكال. رسالتنا أننا كنبلغوا للسلطات المعنية، وهذه السلطات مطالبة بالاستماع لهاد الناس وتحاول تلقى مخارج حلول ممكنة ضمن سياق وإطار إمكانياتها إنصافا لكل مواطن مغربي من رعايا صاحب الجلالة، وإحقاقا لدولة الحق والقانون كما ارتأاها عاهل البلاد المفدى. معكم المداد محمد، دوار ولاد سام الظهر، قيادة عين قداح، دائرة تيسا، إقليم تاونات. النداء إلى السيد العامل إقليم تاونات، الناس المسؤولين، سيدنا الله ينصرو. الموضوع ديالي هو مع أشخاص يدعوا فوق القانون، عندهم نفوذ كتدافع عليهم. هالأشخاص منهم مستشار جماعة ونسيبو وكاتب في القيادة والأب ديالو. هاد الناس عندي معاهم عداوة من 2018 تقريبا، وعندي المشاكل معاهم. عندي المشاكل معاهم من 2018 هذه، وانا كنعاني الامرين معاهم. هذه من 2018 وانا كنعاني، عندي معاهم مشاكل. طلقوا لي المراه، داو لي الارض ديالي شريتها، والتصرف ديالي مع عند نسابي، وحرضوا عليا نسيبي والزوجه ديالي، وتكاتب معاهم نسيبي، داو لي رزقي، ومحقور ما كنعيش بحريه، ما كنجوش بحريه في المنطقه. انا كنتعرض للظلم من طرف هاد الاشخاص كنتعرض للظلم هذه من 2018. نعم سيدي، كنطلب سيدنا الله ينصرو ينتظر في هذا الملف ديالي وسعادة العامل. إذا نبداو. السي محمد، تحدثتي لنا على أول شيء كيف بدات القصة، على أن واحد الشخص سميتو بوشتا. هذا الشخص سكن هو بالجوار ديالك، وهذا اللي بالجوار ديالك بدا كيخلق لك مجموعة من المشاكل والمضايقات إلى غير ذلك. بغيناك تعطينا بالتفصيل وبشكل هكذا مطلوق كيفاش بدات القصة ديالك مع هذا بوشتا. هذا بوشتا سيدي جا سكن حدايا، الجار ديالي سكن، دار غير سكنها، ما ساكن فيها ما والو، غير بناها وخلاها. هاد السيد نهار اللي سكن طلب منا الطريق، انا والوراثه، دعانا نصف القانون، نصف الحق القانون. من تم تطورت المشاكل معاه، تطورت المشاكل بزاف، ولي كيهددني بالقتل، كيهددني باي طريقه باي وسيله.
اضطريت نرحل نبعد من حداه من السكنه، ما نبقاش ساكن حداه تمايا. بعت السكنه ديالي وبعت ارضي ورثتها من الاب ديالي، ومشيت شريت من عند نسابي. مشيت من عندهم هاد الارض مع نسابي. انا التصرف ديالي نسابي كيعيشوا في مكناس، هذه مده وسنين هما كيعيشوا في مكناس، وهاد الارض انا اللي كنتصرف عليها، انا اللي كنشرف عليها، فيها الزيتون، انا اللي مكلف بيها. اقترح عليا نسيبي قال لي شري مني هاد البلاد وتحول من حداه كاع من تما من المشاكل. شريت منه، جبت الحجر حطيت باش نسكن. اذا طرف نوقفوا هنا الساكن. قبل ما نستمروا، لانك مريتي شي شويه مرور الكرام. هذا قدامنا تقرير الخبره، بمعنى الملف 846 على 2014 اللي موجب لمحكمه فاس حكمت لصالحه ابتدائيا واستئنافيا لصالح السي محمد فيما يخص مساله ديال هذا الطريق اللي بغاو ينزعوها منه بقوه التحايل وبقوه كذلك الجاه الى غير ذلك من الاشياء اللي ممارسه والمافيا الحديثه. اذا هذا بالنسبه لك انت دائما هذه المساله ديال الاستفزازات اللي تمارسوا، حنا عارفينك انت شيفور، يعني كتعيش خارج ديال الدار ديالك، كتنقل بحكم المهنه، تعرضوا ولادك العمليه اللي خاصك في كرامتك وفي شرفك الى غير ذلك. بغينا كذلك هاد الناس، حنا بالنسبه لنا باش يفهم الشعب المغربي ويفهموا الناس مدى الظلم اللي وصلتي له، في اطار انهم يخنقوك باش يرحلوك من ذاك المنطقه او لا يمارسوا اي شكل من اجل انه يروضوك تولي انت طيع بين يديهم. نعم سيدي، انا كندير السائق مهني شيفو. انا ملي كنسافر كيتعرضوا ولادي للظلم، كيجي لي للدار ديالي، كيدخل لي للدار ديالي، كنتعرضوا ولادي للظلم. واي حاجه في الولاد راهم عارفين الامور كامله، الجيران عارفين، حتى واحد ما كيقدر يهضر، عارفين هاد الناس شنو كيديروا، عارف هاد السيد اللي سكن حدايا شنو كيدير ليا. تما اضطريت نرحل من حداه ومشيت باش نبعد من حداه. حطيت الحجار وبديت غادي نبني. وليت طلبت من السيبي قلت له نتكاتبوا، خلصتو ب5 د الخدامه، والاخرى قال لي على خاطرك خلصني عليها على خاطرك. راني ذكرت لكم بعت الارض ديالي ورثتها من الاب والسكنه، بعتهم. مني بعتهم مشيت غادي نبني، قلت له تكاتب معايا، ما بغاش يتكاتب معايا. غدا بعدو انا كنضطر كنمشي كنقلب على لقمه العيش لوليداتي، هو نهار نتكاتبوا بعدو. بالتالي ديت عقدت موعد مع العدول وديتهم الفاس وجلسنا باش غنتكاتب انا وياه. طلبوا منه الوثائق، قال لهم ما عنديش الوثائق، البلاد ما عندهاش الوثائق. طلبوا منه العدل يوجد الوثائق ونتكاتب انا وياه. من انا غادرت الدار على لقمه العيش، مشيت هاجرت للعمل ديالي، هو ربط موعد مع الاخت ديالو هي الزوجه ديالي، ومشى كتب لها بالكونطرا ديك البلاد، كتب لها ديك البلاد بالكونطرا. من تما تطورت المشاكل، ولاو هاد الناس كيحرضوا عليا نسيبي، كيحرضوا عليا الزوجه ديالي، طلقوا لي المراه، رابط معها هاد السيد اللي جاري علاقه معها، ربط معها علاقه. وكل شيء الجيران عارفين، وليداتي. نهار اللهم هذا منكر، النهار اللي كنطلب حقي هاد السيد كيجي يهددني. هاد السيد كيجي خو بالبارتنير ويهز المراه ويديها للمحكمه وتقابل معايا، الداعي معايا، وإلا هضرت نموت. اذا احنا امام حالات. اول شيء الشيء اللي كيقول الشخص انه شرى ارض، يعني جروه باش يبيع الارض اللي محاذيه لذاك بوشتا، يعني ان خووه الارض الاصليه في نفس الوقت وهموه بانهم غيبيعوا له واحد الارض، لكن ما وقع انه تعرض محاوله نصب واحتيال، ما تمش اتمام العقد البيع، وهي اللي كيحاول يرصدها. بل ادهى من ذلك فيها سلوكات لا اخلاقيه كتعلق انهم سلبوا له الزوجه ديالو اللي كانت خليله ديال هذاك الشخص بوشتا، ودخلنا في متاهات اخرى اخلاقيه اللي ما كتشرفش المجتمع المغربي وما كتشرفش القيم الاسلاميه والقيم الروحيه ديال البلاد ديالنا. طبيعه الحال هذا الشخص هذا من خلال الوارد اللي شفناه على انه ما كانش بوحدو، كان هناك دعم ديال الاطراف،
كاين شي واحد من العائله قلتي لي من عضو ومستشار جماعي جماعه عين قداح نسيبو عضو مستشار جماعي نسيبو، اذا حتى هو كيعاونوا في هذا الاجرام. هو اللي كيدافع عليه أه. وكاتب في القياده، وكاين كاتب في القياده كذلك. هو والاب ديالو هما اللي كيدافعوا مع هذا السيد هذا اللي وصلني لهذه المرحله هذه. هذه المرحله ديال الظلم. وفي الاخر خرجوك لا انت في البلاد ديالك ولا انت في البلاد الجديده. البلاد اللي دليل انه حسب اللي قلتي لي انه جاتك اوامر بطبيعه الحال انت ما عندك فين تمشي لانه وصلوك لواحد واحد المحطه اللي خايبه، ما عندك فين تمشي، اذا وليتي في نهايه المطاف معرض للطرد من ارضك. لا انت في الارض الاصليه ديالك ولا في الارض الجديده. وهذا طلب ديال التبليغ، انذار بالافراغ كيطالبوا بالافراغ من الارض لان بطبيعه الحال هو باعها، وبالتالي انه اصبح لا هو في الارض الاصليه ولا هو في الارض الثانيه اللي شراها، وتم عمليه النصب والاحتيال عليه في هذه الارض. بطبيعه الحال ضمن هذا السياق هذا طورت الاحداث انه قلتي هذيك الاخت داك الزوجه او الطليقه او لا سميها كامل ولات كتبيع لك بوشتا اللي هو الخليل ديالها. اذا الفصول ولات فيها فضلا على انه خليلته دخلت فيها المساله ديال انه حتى ديك الارض الجديده اللي شريتيها بعتها له. هي عندها علاقه معاه وولادي راهم كل شيء عارفين والجيران عارفين وراه ما كاينش اللي يقدر يؤدي الشهاده الله. هاد الناس كيخافوا منهم، هاد الناس ما نعرفش نوصل لك فيهم في الاجرام. هاد الناس راهم هاد السيد هذا الرفيق بوشتا ما نقدرش نوصفوا لك بالاجرام. الناس كتخاف منهم، عندهم عائله كبيره والناس كتخاف، الجوار كيخافوا منهم. هاد المشاكل اللي كلها عارفها ديالي، عارفها اعوان السلطه، الشيخ، القياده، كلشي عارفين المعاناه ديالي اللي كنعاني انايا. هذا الخوف مناش كيجي شنو عنده مثلا باش غادي يخوف هاد الناس؟ عنده ماديا ومعنويا. السيد عنده نفوذ كتدافع عليه، عنده الماده، عنده اي حاجه يقدر يواجهك بها. ضمن هذا الشيء حكيتي لنا على انه عنده عداوات مع ناس اخرين، عنده شي ناس حاولوا يضربهم بالسياره نظرا. حكي لنا على هذا الشيء هذا كله. عنده ولد عمو وراه دار به شكايه، راه عند في المحكمه بغى يدوز فيه بالطوموبيل، وهاد الايام هذه راه مده ديال تقريبا الشهر هذه ولا تقريبا راه ضرب ولده بالسياره واحد مول الطاكسي دخل فيه. ماشي عندي العداوه غير معايا، راه مع الجميع. هاد السيد هذا راه الناس كلها يتم يديروا بحث ويشوفوا هاد السيد العداوه ماشي غير معايا، حتى مع الناس كتخاف منه. اذا في هذا السياق دائما بالنسبه لهذيك البلاد نرجعوا لها. انت شريتي هذا البلاد هذا بطبيعه الحال هو مشكل انه كنعرفوا العالم القروي والمميزات ديالو انه الكلمه كتسبق كل شيء عمليه. عندك شي شهود بالنسبه لك اللي كيشهدوا لك في هذه النقطه؟ عندي هذا اللي نقل لي الحجر منتصر قاسم شكون اخر؟ والسيد اللي بعت له الارض. هادو شهود. وكاين قلتي العدول حتى هما. العدول هو صرح قدام العدول بانه بيع لك. قال غير ما عنديش الوثائق الان، يعني انه اعترف قدام العدول بانه باع لك الارض. طلبوا منه الوثائق، قالوا له عطينا الوثائق اللي غتكتب عن السيبك. قال لهم ما عنديش الارض، ما عندهاش الا 4 الخدامه اللي عندهم الوثائق شاريهم هو من بواه فقط. من تملي ما عندهاش الارض، ما عندهاش الوثائق. وباع لمرتو قلتي 4 الخدامه ونص. 4 الخدامه ونص باعهم لهم بالكونطرا، دار معاهم غير الكونطرا. وهي ولات طورت مع الخليل ديالها باعت له. وبين هاد الكاتب في القياده، هاد الناس اللي عندي معاهم صراعات وعندي معاهم عداوه كينتقموا مني، هما اللي ولاو شراو منها. وانا راني كتبت هادشي كله في الشكايه وصيفطته لسعادات العامل الاقليم تاونت. راه كل شيء بالمرافقات بجميع الامور راهم صيفطتهم للسيد العامل يطلع عليهم. انت رسلتي شكايه للسيد العامل؟ السيد العامل بالمرافقات ديال الشكايه بجميع الامور كلها وصيفطتهم للسيد العامل. ما كاينش متابعه هذا الملف؟ لا والو. اذا في هذه الحاله ممكن يكون ما توصلوش مثلا داك الشكايات السيد العامل، ما يكون ممكن ما توصلش. الله اعلم، يقدر ما يكونش توصل. انا عندي ثقه في السيد العامل التاونت وراجل طيب من اطيب خلق الله داك السيد، ولكني انت الله غالب. السلطات المحليه كيفاش كان تفاعلها مع المشاكل ديالك ملي كتوجه لهم مثلا؟
القياد بالنسبه للناس رئيس الدائره الى غير ذلك؟ في واحد الحاله ما لا يرتلى. دابا انت كتحس بانك مظلوم من كل الجهات، وملي هضرنا انه كيمنعوك حتى من انك تصلي داخل الجامع. واش هاد الناس وصلوا لهاد السلطه انهم يمنعوا انسان؟ المسجد ما كنمشيلوش، خاص سيدنا رمضان اللي راني مشيت له. داز واحد الفقيه عندنا من قبل، جا عندنا فرضوا عليه ما يمشيش لعندي، ما يجيش عندي، جلاوه من الجامع. هاد الناس هما اللي كيتحكموا تما في المنطقه. شي خطير هاد الفقيه، وكان تكون عندي الرقم الهاتف ديالو ولا هو يحكي لكم بنفسه شنو واقع ليه. الناس الا جاو عندي يهدوهم. انا كنت ما كنتحركش بحريه، ديما مهدد من طرف بوشته بالقتل. ودائما انا غايب، دائما مسافر، كنسافر بجرة هالمشاكل. دابا جلاو لي المراه، طلقوها لي، الاولاد عندي بنت وولد خرجوا للشارع. البنت مشات للشارع، الولد هكاك النيت كان كيقرا، كيركب معاه ولده في ترونسبور، ولده كبر من الولد ديالي، كيستفزو، كيقول له امك مع الاب ديالي، امك مع صافي. الدري مشى خرج من المدرسه. لان حنا امام حاله اللي هي خطيره بالفعل. وبالنسبه لك ما تقدمتيش شكايه فيما يخص هذه المساله اللي وقعت لك كلها؟ هذه المساله ديال الخيانه ديال المراه واللعب بهذا الشكل والسطو على الاملاك بهذا الشكل والاستفزاز والتهديد، ويحرموك حتى من معاشره الناس ويمنعوك من الجامع. هذا الشيء ما توجهتيش بشكايه في هذا الموضوع هذا؟ تقدمت بشكايات لسعاده العامل، عده شكايات ما ما لجأتيش للقضاء؟ لا. وبالنسبه للسيد العامل ما كانش رد؟ لا، ما كاينش رد. اي شكايه كندير ما كتجاوبش عليها. ملي كيجي للقياده ما كيعيطوليش، القياده ما كيجاوبوليش على الشكايات ديالي. اي شكايه درت، لا القائد السابق ولا هذا، عده شكايات درت القائد السابق اللي مشى ولا هذا، ما كيجاوبونيش. اذا في النهايه ديال البرنامج او الحلقه ديالنا نخليوك كلمه اخيره، شنو النداء اللي كتوجهوا من خلال هذا المنبر؟ هذا المنبر كنوجه النداء لسيدنا الله ينصرو وسعاده العامل الاقليم تاونات، الناس المسؤولين ينتظروا على الملف ديالي. انا راني كنعيش الظلم مع هاد الناس هادو، حرموني من ولادي وحرموني من رزقي، ودابا راني مشرد، ما انا بداري ما انا بالارض اللي شريت، بقيت بيناتهم. شكرا. اذا كما تابعتم متابعينا، حنا امام واحد الحاله انسانيه. العداله اليوم مطلب ديال جميع الناس. واحد الفتره إدبال الحرب العالميه ومحاصره المانيا للندن العاصمه البريطانيه، خرج تشرشل ما سولش على الحرب ولا على تقدم الالمان ولا على القدرات الالمانيه او القدرات الانجليزيه للتصدي للعدوان الالماني النازيه، ولكن سول تشرشل رئيس الوزراء البريطاني قال لهم واش العداله بخير؟ اجابوه قالوا له راها بخير، قال لهم سننتصر. كتحمل اكثر من دلاله. هذا البرنامج اليوم حطنا مجموعه ديال الاشياء اللي ربما الانسان كيحس بانه في وطن، ولكن في الحقره كيحس بانه غير موجود في الوطن. اضلوع وافخاذ ديال المؤامرات اللي استهدفت تدمير اسره واغتصاب زوجه من بيت الزوجيه ونزعها وجعلها خليله، وما وقفش لحد عند هذا بل طردوا من الارض بكل الامكانات والوسائل الخبيثه الممكنه. الرساله كتوجه وزاره الداخليه للسلطات الامنيه على صعيد منطقه تاونات، السلطه الاقليميه تاونات، والسلطه المحليه بعين قدح، فتح تحقيق في الموضوع، وكذلك السلطه القضائيه والنيابه العامه. اكيد انه كاين خلل بالنسبه للمواطن تتبع الملف، لكن النيابه العامه اذا حست بان هناك ظلم من حقها ترتفع كطرف مدني في دعوى اللي كتشوف فيها بان هناك ظلام
ضرر واعتداء على ما يسمى حق المواطنين في الأمن والأمان اللي هو مطلب ضمن الديمقراطية المغربية وضمن المملكة الشريفة. وشكرا لكم، وإلى حلقة أخرى إن شاء الله.